مليان انتعاشة وإشراقة ومشاعر جميلة. النهارده إن شاء الله بإذن الله حلقة تنمية بشرية قوية جدًا، 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 بس بجد ما تنساش تعمل لي اشتراك، لأن بجد قناتي هي قناة السعادة والروقان والحب. لو أنت بجد ما اشتركتش في قناتي هيفوتك كتير من المشاعر الجميلة، من الحب، من السعادة، من التفكير الإيجابي، من تحقيق الأهداف، بس أنت تستحق كل حاجة حلوة في الحياة. عشان كده أنت تستحق إن أنت تشترك في قناتي. أرجوك ما تظلمش نفسك. حلقة النهاردة يا جماعة بعنوان ما تظلمش نفسك وطبطب على قلبك وحبها. انتوا عارفين يا جماعة إن أكتر من 90% من الناس بتظلم نفسها؟ إيه؟ تظلم نفسها يعني إيه؟ يعني بيستخسروا في نفسهم كل حاجة حلوة. أنا عايز أحكي لكم موقف جميل أوي، أو قصة حصلت لي أنا شخصيًا. مرة من فترة كنت في البحر وكده، فقابلت وهناك يعني وأنا في المَيّة أنا شخصيتي اجتماعية باحب أتكلّم مع ناس كتيرة أوي، فأنا هاحكي لك القصة دي لمغزى معيّن. فقابلت هناك وأنا في البحر شاب، وكان ساعتها إحنا في نهاية الصيف كده، كان يعني بداية الشتا. فالمهم وأنا موجود هناك لقيت الشاب دوّة قعد يتكلّم معايا، وقعد تقول لي قعد يقول لي: "تعرف يا أستاذ، أنا فضلت". هو كان عنده شريك مع أصدقائه، كان عنده كذا يعني محل عصارة قصب وكده، رغم إن كان عنده فلوس وكل حاجة، لكن ضغوطات بقى الحياة، وإن هو كان بخيل جدًا مع نَفْسه، وكان معاه مشاكل عنده مشاكل مع الناس الشركاء بتاعه، فده للأسف سبِّب له المرض. وقال لي: "أنا نتيجة الحكاية دي قُلت لأ، أنا لازم أسيب كل حاجة وأبتدي أحب نَفْسي وأروح البحر والمصيف وكده". عشان كده بجد أنا بانصحك وباقول لك ما تظلمش نَفْسك. كام واحد من اللي بيشوفوني استخسر حاجة في نَفْسه، كام واحد أو واحدة من اللي بيشوفوني كان نِفْسهم يسافروا سفرية حلوة، يتفسحوا ويشوفوا الدنيا، استخسروها في نَفْسهم. كام واحد حتى لو أنت معاكش فلوس كان نِفْسه يروح يقعد في مكان حديقة حتى لو ببلاش واستخسر ده في نَفْسه. كام واحد فيكم كان المفروض إن هو يكون في علاقة حُب جميلة، أو علاقة مش يعني كويسة، أو يرتبط أو كده، أو يخطب أو كده، وفضّل إن هو يمشي في علاقات مع ناس بتأذيه أو ناس toxic، ناس سامين. أنت لازم تحب نَفْسك، لإن أنت ربنا بيحبك.